هو ايه الناس كلها فاكره ان شغلانه النقاشه دي سهله وبيستكتر اليوميه على الصنايعي، مع العلم ان شغلانه النقاشه فيها فنيات كتيره جدا، وهي اللي بتظبط لك الشغل في الفينش الاخير وبتظهره. والنقاش هو اخر واحد بيطلع من الشقه، وهو المسؤول عن كل هفوه بتحصل. حتى العده بتاعته ليها مواصفات معينه، زي رولا الصوف والرولا الفتله او المفتله، والاثنين بيتكونوا من شاسيه وغيار او خزان زي ما في ناس بتقول عليه. الرولا الفتله خصلتها ناعمه على الدهان، تفردهولك وتظبطهولك على الحته، لكن الصوف هتجرح لك الدهان وتبوظ لمعته. في كمان رولا صغيره اسمها مهير، بتتكون من شاسيه برضه بيقولوا عليه شمعه او بلح، وغيار برضه، لكن صعب تفكها من بعضها. ميزتها اقدر استخدمها في الدهانات اللي كثافتها تقيله زي الدهانات الزيتيه او السيلر. لو استخدمت الرولا العاديه هتفك منك وتسقط في الباستيل. ومن الحاجات المهمه برضو اللي بيستخدمها النقاش الفرش، وبيكون ليها مقاسات مختلفه بتتقاس بالبوصه. وميزتها بقدر اوصل بيها الاماكن الضيقه اللي صعب الرولا توصل ليها، وليها مواصفات معينه وانواع مختلفه. وافضلهم الفرش اللي بيكون شعرها شعر حصان، وفي كمان شعر نبات وشعر بلاستيك. دول ما تجيبهمش خالص وابعد عنهم، عشان هتلاقي الشعر ده فك من الفرشه ولزق معاك وانت بتدهن، ولما تيجي تشيله يبوظ لك الدهان خالص. حتى الفرشه لشعر حصان اتاكد ان هم متثبتين كويس، وولع في الفرشه وشم ريحه شياط لو عايز تتاكد انها شعر حيوان. وكل خصله بيكون طالع منها 3 شعيرات، وهتشتغل معاك في الدهانات الخفيفه زي البلاستيك، وكمان التقيله زي السيلر. في كمان نوع تاني من الفرش اسمها فرشه قلم، ودي بقدر اوصل بيها بقى للاماكن الضيقه جدا، وارسم بيها كمان لو عايز. ولو في حاجه تاني انت عارفها بيستخدمها الناس قول لنا، واكتب تحت في الكومنت على بال ما اجي لك الفيديو الجاي. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.